لو مش حابة تجيبيها بسعر وهمي، ولو حابة تشتغلي فيها وتعملي منها مشروع اونلاين وتكسبي منه، هقولك على كل التكات وكل التفاصيل عشان تعملي الكيكة او تعملي تورتة المانجا السهلة جدا الدايبة جدا اللي طعمها تحفة، بكل التكات وبكل المشاكل اللي ممكن تقابلك. مبدئيا احنا هنشتغل هنا بسبونج جاهز. انا خدت نص كيلو سبونج جاهز فانيليا، حطيت عليه 6 بيضات، حطيت عليه نص كوباية مية، حطيت عليه حبة فانيليا صغيرين ومعلقة خل او معلقتين خل صغيرين. مش محتاجة محسن كيك نهائي، محسن كيك جل مش محتاجاه نهائي. محسن كيك جل مع الاسبونج الجاهز يا جماعة بيخليه يفرول ويفتفت وبيبقى طعمه مش حلو ومش عارفة تتحكمي فيه. الاسبونج الجاهز معمول جاهز فيه كل حاجة، ما بنحطش عليه غير البيض والمية والخل والفانيليا. الخل مش شرط اساسي، بس انا عايزه اقول لكم ان تكه الخل دي بتخلي الاسبونج بتاعك ابيض هش، بيعلى معاكي وبيعمل فوم حلو. ده نص كيلو بعد ما اتضرب، انتوا طبعا شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه. شايفين قوامه عامل ازاي؟ والله ما حطيت فيه اي محسن كيك جل ولا اي حاجه. محسن كيك جل ده احنا بنحطه بس لو احنا قعدنا نضرب 10 دقايق في السبونج الجاهز بتاعنا ولقينا معليش، ساعتها السبونج ده يبقى فيه مشكله، فاحنا هنتعامل معاه كانه دقيق عادي وهنحط له حبه المحسن كيك جل او المعلقه الصغيره. لكن غير كده دي صينيه مقاس 30 في 30 متبطنه بورق زبده ودهون زبده من تحت منه وفوق منه، عشان لما اجي اطلع الكيك يطلع بسهوله من غير ما يتفتفت. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وسبتها لمدة تلت ساعة، ما جيتش جنبها ولا بصيت عليها. بعد كده عديت 10 دقايق تاني عشان اكون مطمنة ان هي عليت. لكن لو هي كمان كان الارتفاع بتاعها اعلى من كده ما كنتش هبص عليها قبل نص ساعة. هنا جبت كوباية ونص كريم شانتيه، عليهم ربع كوباية لبن بودر، عليهم نص كوباية كريم باستري، عليهم باكو كريم كراميل. لو ما عندناش الكريم بيستري الكريم كراميل هيكفي. لو ما عندناش الكريم كراميل الكريم بيستري هيكفي، بس كريم جانتيه بس مع لبن بودر مش هيديك الطعم الحلو الناعم الجميل اللي انت هتوصلي له في النهايه، باللون الكريمي الحلو ده اللي انتوا شايفينه، مش اللون الابيض خالص. انتوا طبعا شايفين القوام ده، ده ما ينفعش تجلسي بيه تورته. الخلطه اللي احنا عاملينها دي عاملينها عشان احنا هنشتغل في علب، لكن لو احنا هنجلس تورت من بره طبعا في اسرار كتير جدا احنا قايلينها على الصفحه. ولو اول مره تشوفوني او تسمعوني، فانا نشوى ابراهيم كيك، بحب جدا تزيين التورت والكيكات والحلويات. وبصوا انا بقول لكم كل حاجه بالتفصيل بجد، يعني انا نفسي كل الناس اللي في الدنيا يعرفوا يعملوا تورته يعملوا كيكه، ومحدش يروح للحلواني خالص. هنا السؤال اللي بتسأله تملي، ايه افضل نوع مانجا ممكن احط منه على التورت او ازين منه او اخزن منه او اعمل منه شرايح رفيعه او اتحكم فيه واقدر اقطعه؟ طبعا انتوا شايفين بصوا بتتقطع يعني بشكل سلس جدا. طبعا انا هنا كنت عايزاها مكعبات، ولو كنت حابه ان انا اقطعها شرايح رفيعه جدا كانت هتتقطع معايا. دي مانجا اسمها نعومي، بتبقى قشرتها من بره فيها احمر، بتتقشر زي البطاطسايه، بتتقطع حته واحده ما بتتفعص تحت ايديا، بتتخزن لونها ما بيغيرش. وباذن الله هنعمل مع بعض فيديو لتخزين المانجا. بجد بجد يعني المانجا دي حاجه مهمه جدا، وده وقتها وده الموسم بتاعها، وباذن الله ان شاء الله الفيديو ينزل قريب واقول لكم برضه على كل التكات بتاعه موضوع تخزين المانجا. هنا بقى الكيكه بعد ما استوت وباتت لتاني يوم، وممكن اسيبها بس 6 ساعات لو انا مستعجله. جبت العلب دي مقاسها 12 في 20. قطعت الكيكه بالمنشار طبقتين بس، ما رضيتش اقطعها 3، عشان تبقى عندي طبقه تخينه كده وحلوه تستحمل ان انا هسقيها، وفي نفس الوقت تملى العلبه. لو انتي حابة انك تعملي العلبة دي طبقة واحدة هتطلعيها ب160 ب170 ب180، معاكي رينج ده. طول ما انتي حابة تشوفي انتي حطيتي فيها ايه، شلتي منها ايه، شلتي مثلا بندق وما حطيتوش، لا حطيتي البندق يبقى هتبقى ب180. زي ما انا قلت لك كده انتي بتلعبي في رينج السعر من 160 لغاية 180. انا هنا حطيت بندق، حطيت قطعه من المانجا جوه، حطيت طبقه تانية. طب ولو حطيتي طبقه تانية وحطيتي كل الحاجات اللي بقول عليها، العبوه دي تتباع ب 260 جنيه، وما تقلش عن كده، لان سعر العبوه بفلوس، الكريم جانتيه سعره بفلوس، كل الحاجات دي بفلوس وبفلوس غاليه. ولان الكيكه اللي ما تتشافش او التورته اللي ما تتشافش اللي مقاس 14 واللي ارتفاعها بالظبط 4 سنتي،
وداحكين وحاطين بودة من تحت مقاسة لوحدها 3 سنتي، بتتباع ب150. وعايزة اقول لكم بجد ما تشوفوهاش، مش ما تاكلوهاش، لا ما تشوفوهاش اساسا. فالسعر ده كده عادل. زي ما انتوا شفتوا الطبقات انا حطيتها. سقيت هنا بحاجه اسمها عصير اناناس فروتي، بحط منه حبه كده في الازازه صغنطاطين، بحط عليهم شويه ميه وسكر بسقي بيهم. الطعم ده بتاع الاناناس او عصير فروت الاناناس بيكسر دسامه الكريمه وبيدي طعم حلو. حطيت جيلي تلميع مانجا، لو مش متوفر ممكن نحط شربات عادي بتاع الكنافة، بس طبعا جيلي تلميع المانجا بينكه الطعم، بيحلي اللون، ما بيخليش المانجا تسود. العبوة دي ممكن تتحط في التلاجة يومين 3 4 ما يحصلهاش اي حاجة، وهيفضل طعمها حلو. بس طبعا يفضل ان هي تتاكل طازة وتتباع طازة. العبوة دي بتتقفل، ودي ميزة حلوة جدا، فانت مش محتاجة انك تغلفي تاني او تحطي في عبوة تانية وتقفلي. ممكن تربطيها بشريط ستان، دي فكرة بس كده للناس اللي عايزة تشتغل اونلاين. وتحطي عليها اللوجو بتاعك. ألف هنا، أتمنى أكون وصفة عجبتكم، أتمنى أكون فدتكم ووصلت كل المعلومات. ولو انتوا حابين أي أسئلة أنا معاكم في الكومنتات يا جماعة، وإن شاء الله هنتكلم عن وصفات تانية كتير، وهنقول ايه اللي ممكن نخزنه وايه اللي ممكن ما نخزنهوش في المانجا. بالنسبة ده كان الطبق التالت، يعني النص كيلو سمونش عمل معانا 3 اطباق دول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.